سلام ربنا مخلصنا يسوع المسيح لكل أحباء المشاهدين. مثل ما تعرفون هذا برنامج مخصص لإخواني وأخواتي من العراق وخاصة من المسلمين اللي ما عندهم أي فكرة عن الإيمان المسيحي. مثل ما يقول كتابكم، اسألوا أهل الكتاب، فأني من أهل الكتاب، من أهل الإنجيل والتوراة. وحبيت أشارك وياكم اليوم في كم آية من إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا هو واحد من أربعة أناجيل موجودة في العهد الجديد من الكتاب المقدس. في هذا المقطع اليوم راح نقرأ، راح نشوف أكو في شيء إلهي دا يصير بالحياة البشرية، حتى واحد يخلص من نار جهنم، يخلص من خطاياه، من نتيجة خطاياك، من نتيجة عبود. لما أنت تعبد إله دجال، إله النبي دجال، وتتبع كتاب دجال، راح تكون نتيجة بالأخير ما حلوة، راح تكون نتيجة هي جهنم. بس الرب بمحبته إلكم للمسلمين دي يستعمل ناس مثلي، ناس تتكلم عربي مكسر، إنجليزي مكسر، بأي لغة بأي طريقة، حتى نوصل الإنجيل إلكم. وأطلب من الرب أنه كل شخص مسلم أو مسلمة راح تسمع صوت ربنا مخلصنا يسوع المسيح بهذا الإنجيل، بهالقراءة. لما تسمعون صوت الرب لا تقسوا قلوبكم ولا تغلقوا آذانكم، بل اسمعوا الرب اللي يخلص، اللي يحبكم ومات من أجلكم. خلينا اليوم نقرأ من إنجيل يوحنا مرة ثانية من عدد 1 إلى عدد 18، وأعطيكم تفسير صغير. هو يعني كتاب كلش سهل بصراحة، اللي عنده روح القدس يفهمه، اللي ما عنده روح القدس خليه يطلب روح القدس، حتى روح القدس الروح الإلهي يعطيكم قابلية أن تفهموا معنى هذا الكلام. هنا الرب يتكلم مع اليهود وخاصة مع السلطات الدينية اليهودية. وقال يسوع: أقول الحق لكم، من لا يدخل حظيرة الخراف من الباب فهو سارق وخاطف. ليش يدخل الخراف؟ لأن لازم الإنسان يكون متواضع قدام الله. إذا أنت تحس نفسك كأسد وذئب أو في شيء كبير، هذا تكبر، والله ما يحب المتكبرين، والله يعارض المتكبرين، والله راح يحطم رؤوس المتكبرين. لازم تسمح لنفسك أن تكون خروف، في شيء بسيط متواضع. من لا يدخل حظيرة الخراب من الباب فهو سارق وخاطف، فهو يتسلق ويدخل في مكان آخر. أما الذي يدخل من الباب فهو الراعي القطيع. هسه الرب يقارن نفسه كراعي القطيع، راعي الصالح، مقارنة بالرعاة المو صالحين، المؤجرين اللي ما عندهم أي هم بس بنفسهم. راح يصير مقارنة بينه كراعي صالح ومقارنة بين اليهود والسلطات اليهودية اللي كانت تحكم على اليهود بمسائل دينية. يقول الكتاب: له يفتح الحارس، حارس الباب الخراف، للراعي القطيع يفتح الحارس وتصغي. لا مهمة، هاي المهمة نعم. وتصغي الخراف إلى صوته. أني سمع صوت الرب يدعوني، مو معناه الصوت حقيقي من برا، بس داخلنا سمعنا الصوت يدعونا إلى الخلاص، حتى نتوب من حياتنا الجسدية، من شهواتنا الجسدية، من حياتنا السابقة الميتة، ونجي إلى رب أقامنا بروحه وأعطانا قبل نسمع صوته. هذا الشيء صار لي أنا نفس شخصيا قبل 20 سنة، ولحد الآن أسمع صوته وهو يمشيني في حياتي. يقول: وتصغي الخراف إلى صوته وهو ينادي الخراف التي له باسمها، كل واحد باسمه. وسام تعال، أوكي، فلان تعال، فلانة تعالي. فيا رب يعرفنا شخصيا، مهتم بنا شخصيا، ويقودها إلى المرعى، يأخذني لمكان به حياة، بمتعة حلوة. وبعدين يخرجها كلها يمشي أمامها ويتبعه، لأنها تميز صوته. إحنا نميز صوتها. صوت من صوت رب المخلص، مو صوت أنبياء الدجالين اللي يريدون يقتلون، يذبحون، يسلبون، يخصبون. يعني أشياء ما حلوة تصير بالإسلام يا أخواني. بلي رجاء رجاء رجاء، اطلب من الرب أن يفتح عيونكم، يفتح أذانكم وتسمعوا الصوت هو، حتى تميزوا صوته الحقيقي، صوت الراعي الصالح. لكنها لا تتبع الغريب أبدا، بل تهرب منه، لأنها لا تعرف صوت الغرباء. روى لهم يسوع هذا المثل رمزي، لكنهم لم يفهموا ما قاله. من هم؟ again القاعدة اليهودية القاعدة الدينية اليهودية. فضاف يسوع وقال: أقول الحق لكم، أنا هو باب الخراف. كل الذين جاءوا قبلي كانوا سارقين وخاطفين، والخراف لم تصغوا إليهم، ما سمعنا صوتهم هم. أنا هو الباب، فإن دخل أحد من خلالي يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. اللي يجي عن طريق يسوع المسيح بالإيمان
راح يخلص من نار جهنم، راح يدخل يخرج إلى المراعي الحلوة في الجنة. لا يأتي السارق إلا ليسرق ويقتل ويدمر، أما أنا فقد جئت لكي تكون للناس حياة وتكون لهم هذه الحياة بكل فيضها. ما يقصر الله إلنا في أي طريقة. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يضحي بحياته من أجل خرافه. الكتاب يقول بوضوح أنه المسيح مات على الصليب، ضحى بحياته من أجل الخلاص، من أجلنا إحنا، حتى يغسلنا بدمه، حتى يكون عندنا غفران من الخطايا، لأن هو لما ضحى بحياته عقوبتنا إحنا أخذها عن نفسه، وهو مات من أجلنا. أما الأجير فليس كالراعي، والخراف ليست له، لهذا يترك الخراف ويهرب حين يرى الذئب مقبلا، فيهجم الذئب على الخراف ويشتتها، ويهرب الأجير لأنه يجي ولا تهمه الخراف. أما أنا مرة ثانية يقول فأنا راعي الصالح، أعرف الذين لي والذين لي يعرفونني. يعني علاقتنا مع الله علاقة شخصية، هو يعرفنا وأنا أعرفه تماما كما يعرفني الآب وأعرفه. يعني بهالطريقة الحميمة كما يعرف الآب والابن، هكذا احنا نعرف الابن. وأنا أضحي بحياتي من أجل الخراف. مرة ثانية يقول أضحي بحياتي، هو مات على الصليب. يا مسلم يا مسلمة، كتابك يقول المسيح ما مات على الصليب. يعني هذا يناقض كل شيء بالكتاب المقدس. شلون يعني الإله هذا اللي يعرف عن المسيحية يناقض كلام الله الحي؟ هذا كتاب إلهي موحى به من الروح القدس، ما حد ما يقدر يغير هذا الكتاب، ما حد يقدر يغير معناه أو كلامه. ولا حرف واحد راح يسقط من الكتاب المقدس. يا أختي رجاء، اللي عنده عيون للرؤية خليه يشوف، اللي عنده أذان للسمع خليه يسمع. وعندي خراف أخرى وليس من هذا حاضر. هنا الرب يقول اليهود مو بس الإيمان لكم، هذا إيمان لكل العالم، كل الأمم من العالم. ما يقول ينبغي أن أحضرها أيضا. حتى هو المسيح لازم يروح عن طريق الكنيسة، لازم تروح لكل العالم وتبشر العالم عن هذا الراعي الصالح اللي ضحى بحياته من أجلنا حتى يعطينا الحياة الأبدية، الحياة بكل فيضها راح يعطينا. وهي الناس اللي تجي مو بس من اليهود، من الأمم الأخرى، عربي آشوري كردي فارسي، هنا أجنبي، من أي أمة، وهي ستصغي إلى صوتي، ويكون الجميع قطيعا واحدا له راع واحد. لهذا يحبني الآب لأنني أقدم حياتي لكي أستردها ثانية. هو المسيح هو الله المتجسد، الشخص الثاني في الثالوث. ولا تغلطون تقولون عندنا ثلاث آلهة. الآب والابن والروح القدس ثلاث أشخاص قانين في إله واحد، الكل منهم كمال الله، مو إله بنفسه بس كمال الله. هو في الآب كمال الله، وفي الابن كمال الله، هو في الروح القدس. إذا ما تفهمها هسه، مثل الخروف تتواضع وحط نفسك قدام الله. خلي إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل إله ربنا خلصنا يسوع المسيح يعطيك قابلية أن تفهم هذا الشيء. يقول هو نفسه يسوع يعطي حياته لأنه هو الله متجسد، لا يأخذ أحد مني. حتى لما صلبوه لازم هو كان نفسه يعطي حياته إلى رب، يسلم حياته روحه إلى رب، كأب، عفوا كابن متجسد. هو إله كامل وإنسان كامل. فاللي مات على الصليب كان يتجسد. لما الإنسان يموت حتى كإنسان طبيعي، لما واحد يموت الجسد يموت، الروح ما تموت. أوكي، فالجسد مات. بس هو يقول أنا أقدمها طوعا، لي الحق فأنا أقدمه، لي الحق فأنا أستردها، يقيمها من الموت، ومثل ما صار. فقد تلقيته هذا وصية من أبي. تشوف الرب المسيح الله متجسد يسوي علاقة مع الآب. لهذا يحبني الآب، هذا وصية من الآب من أبي، أن يكون علاقة في الثالوث، علاقة الآب والابن موجودة يا أخواني بالكتاب المقدس. فمرة ثانية أطلب من الرب أن تسمعوا صوته. لازم تسمعوا صوته حتى يكون عندكم خلاص. إذا ما سمعتوا صوته لما راح تجون إلى باب الخلاص. كل صوت آخر تسمعوه اللي يناقض كلام ربنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الصوت الشيطاني. فأطلب من الرب أن يعطيكم قابلية أن تسمعوا صوته وتستجيبوا وتجون إلى الخلاص. الرب معاكم ورب يحفظكم الآن وإلى الأبد، آمين.